في الأجواء اللي مش أفضل حاجة حوالينا لازم نتكلم عن قصة نجاح، قصة تخرجنا من الكآبة والحزن رغم كل المصايب اللي بتحصل لإخواتنا في الأيام دي. إلا إن إحنا محتاجين القصة دي عشان تدينا شوية أمل وتخلينا نرجع لشوية لحياتنا الطبيعية. وإننا نتكلم في السينما فبالتالي قصتنا هتكون عن نجم كان مجرد بيقدم عمل واحد بس في السنة، وتحول بعد كده ان هو يقدم اعمال كتير جدا ويكسر بيها شباك التذاكر. تحول من نجم كان بيأدي دوره كموظف عادي لنجم كل المنتجين عايزينه وعايزينه افلامهم عشان يقدر ان هو ينجحها لهم. نجم النهارده هو كريم عبد العزيز. في كلامنا عن كريم عبد العزيز هيتقسم لفترتين، الفترة الأولى واللي هي قبل 2014 والفترة التانية هي ما بعد 2014، وكل فترة انت هتفهم انا عايز اوصل لك منها ايه. ونبدأ كده من الأول خالص، والبداية من عند فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة، واللي أساسا كريم عبد العزيز ترشح فيه عن طريق مساعد مخرج واللي هو زميله مروان حامد. للي ما يعرفش كريم عبد العزيز هو خريج معهد السينما، يعني كان مفترض ان هو يكون مخرج، كاتب، مصور، أي حاجة غير ان هو يكون ممثل، إلا ان الدور ده جوه جاله وقرر بان هو يخش بيه عالم التمثيل. دور في فيلم من إخراج أستاذ كبير جدا زي شريف عرفة وتمثيل أحمد زكي بأدائه القوي جدا، ولكن كريم عبد العزيز قدم الدور زي ما هو مطلوب منه من غير افوره، من غير ما يكبر فيه. دور عادي جدا لشاب كان بيحب بنت لكنه سابها لان هو من طبقه وهي من طبقه تانية، فبالتالي كسر قلبها، واداؤه كان بسيط وهادي عشان يخش بعد كده كريم عبد العزيز في واحد من اقوى الافلام الكوميديه اللي جت في تاريخ مصر، وهو فيلم عبود على الحدود. الفيلم اللي بيناقش مشكله عصريه جدا ومهما عدى عليها الزمن هتفضل برضه هي مشكله الشباب وهي مشكله الخدمه العسكريه. الفيلم هنا كان كله بيخدم على علاء ولي الدين، وكان هو نجم الفيلم، وبمعنى صح هو اللي فيلم معمول عشانه. الا ان اداء الثلاثي علاء ولي الدين وكريم عبد العزيز واحمد حلمي كان مقدم اداء كويس جدا في الفيلم، وكانوا كلهم بيخدموا على بعض. وكريم عبد العزيز برضو بيستمر في اداء دوره البسيط الهادي اللي مش عايز الكاميرا تروح عليه ولا بيجبر الكاميرا تروح عليه ولا بيفرق كتير، هو بيجي يقدم دوره المطلوب منه بشكل كويس. ولان الفتره دي كانت فتره انتقاليه ما بين نجوم الزمن القديم واللي هم كانوا نجوم الشباب وقتها ونجوم الزمن الجديد اللي كانوا المنتجين بيدوروا عليهم عشان يصدروهم للشباب، بالتالي كان البحث كله عن نجم يقدر يشيل الرايه دي، والنجم ده هو كان كريم عبد العزيز. لانك هتلاقي ان بعد عملين بس طلع فيهم كبطل مساعد قدر ان هو يكون في الفيلم الثالث هو البطل، والفيلم ده هو ليه خلتني احبك. فيلم رومانسي بسيط، قصة بسيطة جدا لشخص كان بيحب واحدة وافترقوا، وبعد كده استمر في حياته وحب واحدة تانية وارتبط بيها، بعد كده جات له الأولانية وعايزة ترجع حياته مرة تانية. قصة رومانسية بسيطة وفيلم هادي جدا ورومانسي من طراز قديم، لكنك هتلاقي في بعض المواقف الكوميدية زي مثلا لما تلاقيهم بيتكلموا بعض فيديو كول على برنامج تشغيل فيديو. بس مين بقى في سنة 2000 هيقرر ان هو يطلع اخطاء للافلام؟ بعد ليه خلتني احبك تأكد بان كريم عبد العزيز هو اللي هيحمل راية البطولة في الايام اللي جاية. نجم وسيم عنده قبول قدام الكاميرا والناس بتحبه، فليه لا ما يكونش هو النجم القادم ده؟ كمان بعد سنة 2000 طلع على 2001 في مسرحيه حكيم عيون، واللي هي واحده من اجمل المسرحيات الكوميديه اللي هتشوفها في حياتك، واللي انا برشحها لك لو انت في اي حاله حزن، لان فعلا كوميديا حكاك عبد العظيم وعلاء ولي الدين واحمد حلمي كل الناس دي قدمت دورها بصوره هتخليك تضحك، يعني هتضحك. مين فينا مثلا ما ضحكش على المشهد ده على ولي الدين ووقعش في الارض من كتر الضحك من كوميديا حكاك عبد العظيم وهو خارج بعد ما استحمى؟ مسرحيه فعلا بتحسرني على عصر المسرح اللي اختفى تماما حاليا واللي ما بقاش موجود، او بمعنى صح بقى ليه جمهور معين بس هم اللي بيروحوا له. من سنه 2001 لغايه 2005 كريم عبد العزيز لا يعترف الا بالكوميديا، هو مش عارف في حياته السينمائيه كلها غير ان انا جاي اقدم فيلم لايت كوميدي وفيه لمسه رومانسيه. وبدايه عند حراميه في تايلاند اللي كان بدايه صداقه مع ماجد الكدواني، فيلم لايت كوميدي وحته رومانسي والدنيا تمام والفيلم بينجح. حراميه في كي جي 2، باشا تلميذ، ابو علي، كل الافلام دي هي افلام كوميديه كريم عبد العزيز بمعنى صح بيمضي بيها حضور في كل سنه. افلام مش اسطوريه ومش هتكسر شباك التذاكر، ولكنها برضو بتقدر انها تنجح، تثبت حضوره في كل سنه من السنين اللي هو قدمها فيها، وبتبين بان هو ممثل قادر على ان هو يكون نجم. بس الفكره فعليا بان مفيش منتج واحد بس كان مقتنع بان الوش ده يطلع منه بطل اجرامي او فيلم درامي. حتى اساسا كريم عبد العزيز نفسه ما كانش مقتنع ان هو يقدر يقدم اي عمل درامي او اي عمل فيه جريمه، لغايه ما اخيرا جاء احمد نادر جلال وقرر بان هو يخرج لنا النجم الكوميدي ويعمل بيه عمل درامي وهو فيلم واحد من الناس. كريم عبد العزيز بينتقم وبيتظلم
وبيقتل واحد من افضل الافلام اللي ممكن تتفرج عليها في الصوره الدراميه. لكن كريم عبد العزيز برضو ما بيسيبش الحكايه تعدي وبيقرر بانه يرجع للكوميديا تاني عن طريق فيلم في محطه مصر مع منة شلبي، برضو فيلم لايت كوميدي بيرجع بيه كريم عبد العزيز يضحك الناس ويبقى خفيف عليهم. ولكن بيجي احمد نادي الجلال مره تانية وبيرجع لنا كريم عبد العزيز لفيلم جريمه درامي قوي، واحد من افضل افلام الجريمه، وهو فيلم خارج عن القانون مع حسن حسني اللي قدم اداء قوي جدا فيه. مشهد النهايه كان واحد من افضل المشاهد اللي تشوف اي فيلم جريمه، وبالتالي هنا بدا يقال بان كريم عبد العزيز قادر ان هو يقدم اداء مختلف في افلام مختلفه عن تيمه الكوميديا اللي هو متمسك بيها. بتيجي 2009 وبتقول لنا بان كريم قرر بان هو يمشي شويه مع الموجه ويبعد عن اللايت كوميدي ويقدم فيلم ولاد العم ضابط مخابرات مصري هو وشريف منير، قصه مطارده وقصه محاوله ارجاع شخصيه من اسرائيل لمصر واللي هي منى زكي، واحد من احسن الافلام اللي هتشوفها من المطارده والجريمه لكريم عبد العزيز. ولكن الفكره بقى ان من 2009 لغايه 2013 واللي هي كانت فتره الركود في السينما المصريه، برضه كريم عبد العزيز كان عنده ركود وما قدمش الفتره دي في السينما غير عمل واحد بس، واللي هو فيلم فاصل ونعود، فيلم لايت كوميدي حتى ولو في لمسه دراميه، الا ان الفيلم كوميديا صرف، ودي منطقه كريم عبد العزيز ودي المنطقه اللي هو بيحبها. وهي دي بقى الفتره الاولى سينمائيا بالنسبه لكريم عبد العزيز، فتره كلها كوميديا واعمال هاديه. عمل واحد بس في السنه كريم بيثبت بحضوره، موظف بيجي يمضلنا في اخر اول السنه وبعد كده بيجي في اخر السنه كمان يمضي ويقول كده حلو قوي اتعشت انا عملت اللي عليا. كل اللي فات ما يقولش بان كريم عبد العزيز هيكون نجم يكسر كل الارقام القياسيه اللي هتيجي بعد كده، عشان تيجي سنه 2014 واللي هي النقله اللي غيرت حياة النجم اللي احنا بنتكلم عنه في فيلم الفيل الازرق الجزء الاول. الفيلم اللي كان روايه وداها مروان حامد صديق الدرب لكريم عبد العزيز وقال له قراها عشان احنا هنعملها فيلم سينمائي. الفكره هنا بان الفيلم كان نقطه تحول ليه. كريم هنا بيخاطر بمعنى صح بكل كاريره، انا راجل بقدم افلام كوميديه والناس حباها والدنيا ماشيه تمام، ليه بقى اروح لتيمه فيها جن فيها عفاريت وفيها تمثيل مع حاجات مش موجوده وجرافيكس واداء مختلف تماما عن كل اداءاتي؟ هنا يا اما هتصيب وانجح نجاح كبير جدا، يا اما الفيلم مش هينجح وارجع اعمل كوميديا زي ما انا والدنيا لذيذه. ولكن الفيلم بيقابل بنجاح اسطوري واداء تاريخي من كل الناس اللي دخلت العمل سواء كان عبد العزيز او خالد الصاوي، محمد ممدوح، نيلي كريم، كل اللي كان في العمل قدموا دورهم بصوره قويه جدا، خلت العمل ده بالنسبه لي يصنف انه واحد من اقوى الافلام الروائيه اللي جت في تاريخ مصر. 2014 اثبتت لنا بان كريم عبد العزيز حرباء قادره ان هي تتلون بصور مختلفه، مش شرط ان انا اقدم كوميديا او دراما، لا انا ممكن اقدم حاجه خارجه شويه عن الطبيعه تتقبلها انت كجمهور وتبدا من هنا تغير عقليتك. ولكن الفكره بقى ان من 2014 لغايه سنه 2019 كريم عبد العزيز ما قدمش كم الاعمال اللي كان متوقعه. 5 سنين دول عدوا وكريم نفسه طلع في احد البرامج وقال ما كنتش متخيل ان هم يعدوا كده، او بمعنى صح هم جريوا بسرعه وانا ما لحقتهمش. ولكن في 2019 خد قرار مهم جدا في حياته المهنيه او حياته السينمائيه بمعنى صح، بان ما فيش عمل هيجيلي انا حبه غير لما هقدمه. خلاص بقى فكره ان انا اقدم عمل واحد بس في السنه دي ما بقتش موجوده في عقليته. وكمان تغيرت عقليه كريم عبد العزيز من ناحيه ان هو بدا يتقبل فكره ان الشخصيه ممكن تمسكك لفتره، لان كريم قبل كده كان لما يتقال له بان الشخصيه مسكتني او الشخصيه مش عايزه تسيبني او ان انا خلاص لبست الشخصيه، كان بيقول لا الكلام ده مش موجود، احنا بنروح نمثل كده عادي وخلاص وبعد كده نمشي، مفيش الكلام ده. ولكن في الفيل الازرق الفكره هنا اتغيرت تماما. 2019 كريم عبد العزيز قرر بان هو هيعمل اي عمل يجيله ما دام هو حبه، والفكره هنا بان 2019 جت مع الفيل الازرق الجزء الثاني اللي بالنسبه لي من وجهه نظري هو احتفالا بالفيل الازرق الجزء الاول اللي كان متوقع او اللي الناس كانت شايفه والجمهور كان شايف ان هو يستاهل نجاح اكبر واضخم من اللي هو ناله. ولكن جه 2019 الجزء الثاني عشان يدي بلوره النجاح للجزء الاول بفيلم قدر ان هو يتخطى حاجز ال100 مليون جنيه مصري عشان يكسر شباك تذاكر السينما المصريه. وهنا بقى خلاص كل المنتجين بالنسبه لهم كريم عبد العزيز جوهره لازم تكون موجوده في كل اعمالهم. فبيجي بعد كده اعمال زي نادي الرجال السري، فيلم كوميدي، برضه كريم قرر ان هو مش هيبعد عن الكوميديا ويقدم كوميدي عادي عشان شويه يخرج من تعب الفيل الازرق او تعب الاعمال التقيله زي الفيل الازرق وزي كيرة والجن اللي بعد كده قدر ان هو يكسر بيه شباك التذاكر للمره الثانيه ويتصدر اعلى ايرادات في تاريخ السينما المصريه، عشان يرجع بعد كده ويقدم افلام كوميديه تانية عشان برضه يهدي شويه من رتم الصعوبه اللي هو بيقدمه جد. يعني هتلاقي مثلا في سنه من السنين كريم عبد العزيز بيصور كيرة والجن وبيقدم مسلسل زي الاختيار الجزء الثاني وبعد كده قدم الجزء الثالث، كم اعمال كبير جدا من سنه 2019 حتى سنه 2023. ده كمان كريم عبد العزيز بيجي لنا بفيلم كوميدي يقدر ان هو يكسر بيه شباك التذاكر واللي هو فيلم بيت الروبي، يتخطى حاجز
النجاح الكبير جدا اللي هو حققه في الفيل الازرق 2 وفي كيرة والجن وفي الافلام الكوميديه اللي عملها قبل كده، ويكسر شباك التذاكر ويصبح هو الاعلى ايرادا في تاريخ السينما المصريه بفيلم كوميدي. زي ما بقول لك كريم عبد العزيز بقى جوهره بالنسبه لاي منتج عايز ينجح افلامه، وفي نفس الوقت قادر ان هو يمسك العصايه من النص وما بين الجد وما بين الكوميديا. الافلام العائليه ان الناس بتحب تروحها مع اطفالها، يعني مثلا الفيل الازرق انت ممكن ما تروحش مع اطفالك تفرجهم عليه، بس هتاخد اطفالك وتروح بيت الروبي، هتروح نادي الرجال السري، هتحب توريهم الافلام دي. فبالتالي كريم عبد العزيز كان ذكي جدا في اختياراته من 2019 وحتى سنه 2023. ده بجانب ان كريم قرر بان هو يكون كمان موجود في رمضان حتى ولو غاب سنه، الا ان هو هيرجع تاني بمسلسل ضخم جدا هيتقدم في 2024، هو مسلسل الحشاشين، واللي متوقع بان هو هيكسر موسم رمضان اللي جاي. بالتالي الفترة التانية من حياة كريم عبد العزيز واللي هي من 2014 حتى 2024، ال10 سنين دول بيقولوا لنا حاجة مهمة جدا، هي ان حتى لو النجاح اتأخر او القفزة اللي في حياتك الكبيرة جدا اتأخرت، هي هتيجي. انت ممكن تكون موظف عادي جدا بتروح شغلك الصبح، بتمدح دور، اخر النهار بتبدا انصراف، وبتأدي شغلك العادي اللي بيخلي عجلة الانتاج تمشي، وبتبقاش مستني ان يحصل انفجار او اي حدث كبير جدا في حياتك، الا ان بتيجي فترة وبتيجي فرصة لو قدرت انك تستغلها هتحصل نقلة كبيرة جدا ليك. دي قصة كريم عبد العزيز اللي قدر ان هو حاليا يكون الاعلى ايرادا في تاريخ السينما المصريه، واعلى النجوم اجرا، واقوى النجوم اللي استحقوا النجاح حاليا على شباك التذاكر في السينما المصريه. وبالنسبه له هو فكره الاعلى او فكره الاقوى هو عايزها، ولكن في نفس الوقت هو عايز يقدم عمل يعيش مع الناس وعمل هم يحبوه. كريم عبد العزيز قدر ان هو يتحول من دور الموظف اللي بيجي لنا كل سنه لنجم شباك من الطراز الاول. كده نكون خلصنا، اتمنى تكون الحلقه عجبتك، واستنيني في حلقه جديده مع مخرج او ممثل او كاتب جديد. سلام.